بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. واش راكم البنات؟ نتمنى إن شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير على خير ويلقاكم إن شاء الله مهنيين. فيديو اليوم فيديو يعني روعة، جبت لكم لي شوسون طريقة جد مبسطة ورائعة وناجحة من أول تجربة يعني. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. يعني هذه الوصفه تجي طريه روعه والمذاق يعني تاعها رائع جدا. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. راح نروح الان مباشره الى طريقه التحضير. عندي كاس حليب دافي، عندي ربع كاس زيت، نصف ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، عندي بياض بيضة وصفار بيضة. طبعا عندي كمية من الفارينة يعني حسب الحاجة. اول حاجه نبداو بها، نجيبوا البول تاعنا نديروا فيه كميه الحليب. البنات الحليب يكون دافي فقط. من بعد نضيفوا كميه السكر وكذلك كميه الخميره. نبداو نخلطوا فيهم. طبعا نجيبوا الفوي تاعنا نبداو نخلطوا فيهم مليح. كما قلت لكم يعني هذه تجي والله روعه، ويعني ثم توجدوها، يعني ما تاخذش وقت طويل بزاف. هنايا نضيفوا بياض البيض. من بعد نضيفوا كميه، يعني نخلطوا مليح. من بعدها نروحوا نجيبوا كميه الزيت اللي قلت لكم ربع كأس. نخلطوا الخليط جيدا. من بعد نروح نضيفوا الفارينة. طبعا الفارينة اختيارية، هنايا درت يعني حسب الذوق تاعكم. من بعد نضيفوا الفارينة. الفارينة ما نقدرش نعطيكم يعني كمية على حسب اسكو تشرب ولا ما تشربش الفارينة تاعكم. المهم حتى تولي عجينة متماسكة. راح تشوفوا معايا الكمية يعني انا اللي درت. يعني كل مرة نضيف بشوية ونحرك باش ما تجينيش ناشفة بزاف. وهنايا العجينه تاعنا يعني بعد ما تليمت، شوفوا القوام تاعها كيفاش يكون، يعني ماهيش ناشفه بزاف وماهيش طريه بزاف. الان راح نغطيوها بغلاف بلاستيكي او بابي فيلم ونخليها تخمر يعني لفتره. من بعد نرجعوا ليها. وهنايا نحضروا الحشو تاعنا. طبعا الحشو راح يكون اختياري. هنايا انايا درت قطعه دجاج. اول حاجه نديروها نجيبوا كميه من الزيت نخليوه يسخن شويه. من بعد نحطوا قطعه الدجاج تاعنا نبداو نقاليو فيهم. من بعد نديروا التوابل اللي هي ملح وفلفل اسود وكميه من توابل الدجاج يعني باش تعطينا هذاك الطعم. وهنايا كذلك راح ندير شويه فيون داشي او لحم مفروم. نجيبوا مقلاة ثانيه نديروا فيها كميه من الزيت، نديروا بصل مفروم مقطع يعني صغير. من بعد نديروا شويه ملح وشويه فلفل اسود. نبداو نقليو فيه هذيك البصله تاعنا حتى تذبل شويه. من بعد نضيفوا كميه اللحم المفروم ونقاليوه حتى يطيب. طبعا كما قلت لكم الحشو راح يكون اختياري، نتوما احرار واش تحبوا ديروا. طبعا العجينه تاعنا هنا بعد ما خمرت راح نحطوها على طاوله العمل. نديروا كميه من الفارينه كما راكم تلاحظوا. طبعا الفارينه مهمه جدا نديروها يعني باش ما تلصقناش فوق طاوله العمل، لان العجينه راهي طريه بزاف. هنايا العجينه تاعنا نديروها على شكل بوده ونبداو يعني ندوروا فيها هكذا يعني باش ما تلصقش في طاوله العمل. من بعد نديروها قطع صغيره. نجيبوا الكوبات تاعنا نبداو نقطعوا في العجينه قطع متساويه. وهنايا نبداو نشكلوا فيهم كريات ونخليهم يخمروا للمره الثانيه.
نحاولوا يعني هنا قدر الامكان يكونوا كميات متساويه، قطع صغيره وكلها متساويه. اللي عندها ميزان طبعا تقدر تستعملوا، انا هنا يا عيني هي ميزاني. نروح نحطهم يعني في البلا، من بعد نغطيهم ونخليهم يخمروا مره اخرى. هنايا هذا الحشو تاعنا بعد ما طاب درت الفيونداشي ودرت سكالوب يعني قطع الدجاج واللحم المفروم، عندنا فروماج رابي وحبات الزيتون ولا صوص طبعا يعني ما حضرتهاش معكم. الان بعد ما خمرت القطع او الكريات تاعنا نبداو نحلو فيهم. طبعا كل مره لازم نديروا الفرينه باش ما تلصقناش في طاوله العمل. من بعد ما نحلوهم نجيبوا لاصوص طوماط تاعنا او صلصه الطماطم، يعني نحطوها هي الاولى. من بعد نجيبوا بانسو او فرشات، نديروا الماء على الحواف باش من بعد تلصق لنا مليح، باش كي نقفلوها تلصق مليح. من بعد نحطوا قطع الدجاج تاعنا او الحشو تاعنا. طبعا هنا درت زوج حشوتين، يعني درت سكالوب قطع يعني حبات درت فيهم سكالوب وحبات درت فيهم اللحم المفروم. من بعد نديروا فرomاج رابي طبعا اي نوع تفضلوه. من بعد نغلقوا الحبات تاعنا، يعني نضغطوا باطراف الاصابع جيدا باش ما تفتحناش الحبه كي طيب. من بعد نجيبوا شوكه ونعاودوا نضغطوا جيدا ونحطوه في البلا اللي راح نطيبوا فيه. من يعني لازم البلا نديروا فيه البابي كويسون باش ما تلصقناش الحبه. نعاودوا نكرروا العمليه حتى نكملوا كامل الكميه. طبعا هنايا درت لكم حبه بسكالوب، راح ندير لكم حبه كذلك باللحم المفروم. والان ندهنوه بصفار البيض يعني باش يجي محمر مليح ويجي اللون تاعو يعني شباب. صفار البيض فقط، يعني هذاك الصفار مع الاول كنا البيض خدمنا به، والصفار هذا نحتفظوا به باش ندهنوا به الحبات من الفوق. ونديروا لهم حبات الزيتون وندخلوهم الى الفرن 180 درجه، نطيبوهم من التحت. من بعد نزيدوا لهم من الفوق حتى يتحمروا مليح. من بعد راح نوري لكم جاهز. هذا هنايا بعد ما خرجتهم من الفور، شوفوا كيفاش جاو يعني شباب. نروح نديرهم في طبق التقديم ونعاود نرجع لكم من بعد. البنات هذا هو الشكل النهائي تاعهم بعد ما طابوا، يعني جاو روعه، لونهم احمر رائع جدا، ويعني الخفه والهشاشه ما نحكي لكمش، روعه. جربوهم يعني والله راح يعني ما فيش راح تندموا. شوفوا من الداخل كيفاش جا الحشو تاعهم، روعه. اذا نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. ما تنسوش ديروا لي لايك الفيديو وتشتركوا مع احبابكم واصحابكم. ونقول لكم الى اللقاء في حلقات قادمه باذن الله تعالى. مع السلامه.